فانت لا تخلي نفسك، يعني تخلي نفسك على اساس انك تمثل المرجعيه وتمثل العراق، لان انت ما تمثل حتى نفسك، ما تمثلها. ترى انت اسأت للمرجعيه، انت اسأت للدين، انت اسأت للمذهب اللي تقول المذهب، انت اسأت للمراجع، انت اسأت لمحمد الصدر، انت اسأت لكل شيء يتعلق بالدين وبالعمامه عفوا وبالمذهب وبالعراق. انت اسأت له بتصرفاتك الصبيانيه، برعونيتك، زين، بكثير من هذه الامور اللي تسويها يوميا. البارحه مطلع لك قرار بتجميد سرايا السلام ولواء اليوم الموعود، حطيتهم بالثلاجه بالفريزر، جمدتهم، باكر تطلعهم من الفريزر تلقاهم محللين. زين، هذه هم عندي تعليق عليه، شنو السبب انك جمدت هذول؟ ارجع له. ولهذا انا دائما اطلب من اي واحد يتحدث علينا، اقول له تعال هنا عيش ويانا فتره وراح تشوف الحقائق بعينك. بين قوسين الاخوه الموجودين بالهيئه، يعني تحفظهم على هذا الموضوع وعدم بيان الحقائق للناس اثار استغرابي، خصوصا انه انا بعدني تحت التحقيق ولحد الان القضيه ما خلصانه، وموضوع التهمه موضوع كلش يعني مو لعبه ولا موضوع هين ولا بسيط، يعني استهداف لشخص يعني موجود بالهيئة، تشهير بسمعتي، تشهير حتى يعني للأسف بأشياء خاصة بحياتي، التشهير بكثير من المسائل خلال الأزمات اللي تصير. وضع الهيئة مقلق، الهيئة يعني وضعها هش وتعبان، مشاكل كثيرة، خصوصياتنا بالشارع، مفضوحين أمام الناس، فمخترقين من كل مكان. هو الضابط قال لي الشيخ يقول أنا مالي دا يجي للمسجد، هذا اللي بلغوني إياه بالمحضر وبالتحقيق، يعني بعد التحقيق. أنا كنت واجهة القناة، أنا كنت متعرض لكثير من الشغلات، وأنا مو بهالسذاجة ولا بهالحماقة اللي يلزمون علي لزمة كما تدعون أنها لزمة أخلاقية. بقيت فلوس ما عندي، بنزين السيارة خلص، وشلت السيارة فرغت، التليفون مالته طفى الشحن مالته، يعني اتصلت بي اختي قالت لي انا اجيك، احنا قاعدين بمنطقة نائية وبعد ال 12 ماكو قطارات ماكو هاي، فقلت لها ما ادري. المهم بقيت افتر بالشارع ما اعرف شو اسوي، التليفون ما بي شحن، فلوس ما عندي، السيارة خلص بنزينها، ما اقدر اوصل لاحد، ما اقدر اتصل باحد، على كل حال فبقيت الوب بالشارع. المهم مرت علي ظرف صعب جدا، بقيت نايم بالشارع للصبح بين افتر وارجع، جوعان، فلوس ما عندي، مي ما عندي، اكل ما عندي.